النهارده ان شاء الله بامر الله عاوز اتكلم عن آفة حشرية بتصيب معظم بساتين الفاكهة ونباتات الزينة، وبتعمل مشاكل كتيرة وكبيرة للمزارعين، وبتؤثر على جودة المحصول وكمية المحصول. هذه الحشرة تسمى البق الدقيقي المصري، بتصيب عوائل كبيرة جدا وعوائل ياما جدا، زي الجوافة وزي الموالح وزي أشجار المانجو وزي أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية، المشمش والخوخ والبرقوق. هذه الحشرة لابد ان انا اعرف عنها شوية معلومات. الحشرة رتبتها نصفية الأجنحة، سواء نصفية متجانسة وغير متجانسة او متشابهة وغير متشابهة، المهم ان انت تبقى عارفة نصفية الأجنحة. تطور او التحول او التشكل ناقص تدريجي، يعني بتمر بالعديد من المراحل. بيضة، حورية، حشرة كاملة. أجزاء الفم صاحب ماص، يبقى هتمص العصارة بتاع النبات. الطور الضار، الحورية والحشرة الكاملة. طبعا ديت حشرة كاملة هي واضحة خالص اهيت. طبعا لابد ان انا افرق بين الحشرة الكاملة وبين الحورية. الحشرة الكاملة لونها ابيض، اما الحورية لونها اصفر. كده انا عرفت الحشرة والمعلومات بتاعتها. بعد كده هذه الحشرة طبعا زي ما قلنا بتصيب عوائل كتيرة جدا. اعراض الاصابه بتاعتها، لو اولا انا كراجل متمارس وفاهم، اول ما ببص على الحشره بعرفها. طب لو انا بقى مانيش عارف الحشره دهيت، اعراض الاصابه بتاعتها ايه؟ احنا اجزاء الفم ثاقب ماص، يبقى بتمص عصاره النبات، ده نمره واحد. نمره اثنين، صغر حجم الثمار. نمره ثلاثه، بتفرز ندوه عسليه بسيطه، مش زي المن بيفرز كميه كبيره من الندوه العسليه. النقطه اللي بعد كده، صغر حجم الثمار، تساقط الثمار، قلة جودة المحصول، وبالتالي هي بتؤثر على كمية وجودة المحصول. عاوزين نكافح هذه الحشرة. أكافحها ازاي؟ طرق زراعية. أعمل إيه؟ تخلص من الحشائش، تقليم الفروع المصابة، تقليم الفروع المتزحمة والمتشابكة. طيب أقلم الفروع دي وارميه؟ لا، أعدمها بالحرق عشان أقضي على الحشرة اللي عليها. طيب المكافحة الزراعية ديت يا أستاذ، أنا كافحت الحشائش وجلمت الشجره والكلام ده كله ما جابش النتيجه معايا، اعمل ايه؟ في مكافحه حيويه. زي ما في حشره ضاره، ربنا خلق لنا حشره نافعه. هذه الحشره الضاره بيفترسها كل من حشره نافعه بقى اسمها ابو العيد واسمها خنفساء الفيداليا. ما جابش نتيجه للمكافحه الزراعيه والمكافحه الحيويه، يبقى انا ما فيش حل قدامي غير المكافحه الكيماويه. لابد تبقى عارفه المبيدات اللي مستخدمه في مكافحه هذه الحشره. ايه هي هذه المبيدات؟ الزيوت المعدنيه. طبعا في زيوت اساميها ياما، انا مش عاوز اقول طبعا اسامي، ولكن لو انت عاوزه تعرفي نقول اسمين ثلاثه كده. عندنا زيت الفولك وزيت الباكول وزيت سوبر مصرونه وزيت كيزد. بحطه بمعدل 1.5 لتر ل 2 لتر لكل 100 لتر ماء، وارش الشجر بتاعي. طبعا الرش بيكون دوري كل 10-15 يوم على حسب شدة الإصابة وكمية الإصابة. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال ورا أجيال. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على yeah.